بسم الله مجراها ومرساها. إخواني المشاهدين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، أحييكم مرة أخرى وأجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج قضايا الدرك الملكي، الذي أسرد من خلاله مجموعة من القضايا الجنائية التي صادفتني في مساري المهني. حلقة هذا اليوم حلقة مخالفة على الحلقات التي سبق وانسردتها، نظرا للخصوصية ديالها لن أتطرق إلى المكان الذي وقعت به هذه الحادثة هذه، حفاظا على سميتو على المسائل الشخصية ديال الناس، وكاين فيها حوايج اللي هي شخصية ما يمكنش باش نقول المكان اللي وقعت فيه بالضبط. دي كان واحد السيد كسائر الناس، كان مزوب، كان مصاحب مع واحد، ربط علاقة، سج علاقة غرامية مع واحد البنت كانت تعجبه، وكانوا كيتبادلوا اللقاءات، وكانوا المهم توطدات بيناتهم العلاقة بزاف، والبنت كتبغي الدري كيبغي البنت. المهم استمرت العلاقة ديالهم لمدة طويلة، حتى توطدات العلاقة مزيان. واحد النهار ملي هاد السيد هذا كون راسو ولا عنده مورد مالي قار وسميتو، فكر باش يتزوج بديك السيدة اللي كيبغيها واللي وعدها بالزواج. بالفعل كيف بحال التقاليد ديالنا، السيد داو والديه، مشى عند الوالدين ديال البنت، خطبها كما هو متعارف عليه في المجتمع المغربي ديالنا. الناس ديال العائله ديال البنت كيعرفوا بان راه كانت علاقه عندها مع داك السيد وسميتو تيبغيها وتتبغيه، وعائله ديال داك السيد كانت عائله محترمه. المهم ما كانش شي اشكال، على الفور وافقوا، خصوصا وان البنت حتى هي موافقه وباغا وسميتو، كانت ملي تشاوروا معها والديها قالت لهم موافقه وبغيت وهذه يعني ما كانتش شي حواجز. والمهم توعدوا على الزواج وبداو تيوجدوا، داروا المسائل ديالهم كما هو متعارف عليه في المجتمع ديالنا كما قلت. دارت الخطوبه ديالهم، دارت سميتو حددوا الموعد ديال حفل الزفاف ديال العرس، النهار فاش غادي نديروها، فاش غادي نديروا. العائله ديال البنت كتوجد، العائله ديال الدري كيوجدوا، حتى وصل النهار ديال سميتو ديال العرس، النهار فاش غادي يروح المراه ديك البنت، ديك مرتو اللي تزوج بها. المهم داروا الناس حفله ديالهم، ناشطين، العائلات بجوج مجموعين، هذه دازت الامور بخير وعلى خير. النهار ديال فاش غيروحوها مشاو عند الدار ديال البنت كما هو متعارف عليه في التقاليد ديالنا. المهم كلاو شربوا تما، هزوا البنت، روح البنت جابها للدار ديال والديه الليله ديال الدخله. المهم فاش تعشاو الناس عاوتاني الفراجات تفرجوا، هذه كل الناس المعروضين وسميتو تفرجوا، داس الامور غاديه كما يجب، وما كانش شي اشكال، وما كانش حتى لحد الساعه كانت الامور عاديه. المهم كما كتعرفوا في التقاليد ديالنا، نهار ديال فاش كيروح، هذاك هو النهار ديال الدخله، فاش كيدخل الراجل على البنت. فاش دخل هذاك السيد على ديك البنت اللي تزوج بها، دخل لقاها مرأة ماشي عزبة. اش غادي يدير؟ هاد القضية هذه ما عمري صادفتها وما عمري سمعتها في شي بلاصة، ولا كنت انا بيرمانونس في لابريغاد مع شي 3-4 الصباح حتى كيدق الباب ديال لابريغاد. نط حليت، جاني داك الشيء غريب، لقيت السيد لابس حوايج ديال العرس ديالو، ديال حقاش هذاك هو النهار الكبير عند بنادم، كيتزين، كيلبس، كيقاد، كهادي. نفس الشيء العروسه كانت لابسه الزي ديال العروسه، الحوايج العروسه وسميتو. جاتني بيزار انا كيفاش هاد الناس هادو 3:30-4 الصباح جايين لابريغاد، اش بغاو يديروا في لابريغاد؟ السلام عليكم، تدهشرت انا ملي حليت عليه. السلام عليك، هانيه، ياك بخير؟ قال لك واش مسموح
باش ندخلو. قلت ليه دخل، شديت لي كارت ديالهم، اش واقع؟ قال لك اودي هاد السيده هادي كنت انا وياها كانت بيناتنا علاقه، كتربطنا علاقه غراميه تقريبا لمده تتزيد على عامين. قال لك البنت كتعجبني حتى هي انا كنعجبها. المهم قلت لها على الزواج، اتفقنا، دازت الامور كما شرحت لكم. قال لك جبتها نهار فاش غندخل عليها لقيتها مراه وانا ما عارفش هذا الشيء، وانا في راسي وكتقول لي بان راه باقا عزبه. ما صرتهاش. قال لك بغيت نتابعها لحقاش خسرت رزقي، خسرت المسائل ديالي، وخسرت هذه وشوهاتني قدام الناس وقدام عائلتي وقدام هذه. جلس اخويا، عيط القائد المركز، بالطبع شعرته بالنازله. قال لي انا نزل. خدينا الاقوال ديال سميتو ديال السيد، عيطنا للنيابه العامه. قال لك فتحوا بحث في الموضوع وردوا علينا بالنتيجه ديال البحث. استمعنا للسيد اللي كيشكي في بالسيده بان راه نصبات عليه ودات ليه فلوسه ودات ليه المسائل، ويطالب باسترجاع الاموال ديالو اللي ضيعها في ذاك العرس. ليسونسيال ملي كملنا لونكيت جا الدور على البنت. خصنا نعرفوا شكون اللي خسرها وشكون اللي سميتو وشكون هذه وشكون هذه، يعني خصنا نعرفوا الظروف والحيثيات ديال النزيله. اول اجراء هنا كنعرضوا البنت، ديناها ملي صباح الحال تقريبا 6 الصباح ولا، ديناها للطبيب ديال المستشفى اللي كان عندنا تما في لا لوكاليتي. المهم قلبها، قال لك بان راه لا ديفلوراسيون ديالها راه اونسيان ماشي جديده، يعني راه السيده هذا الفعل هذا وقع لها قديم، ماشي يلاه دابا. وجينا جبنا ملي كاين شهاده طبيه تثبت الاقوال ديال داك السيد المشتكي اللي هو الزوج ديالها. خصنا وكاين سميتو كاين اثباتات طبيه اللي كتثبت الاقوال ديالو. خصنا نسولوها على شكون مول الفعله، شكون اللي افتض البكره ديالها، يعني خصنا نعرفوه شكون هو. ملي سولناه عطاتنا واحد السيد، هذاك السيد مشينا جبناه استمعنا ليه. المهم هو نكر جملة وتفصيل جميع الافعال المنسوبه اليه. قال لك انا ما بيني وبين هذه السيده غير الخير والاحسان، ما كنعرفها ما والو. واحد الوقيته كانت بيني وبينها، ولكن ماشي انا اللي افتضيت البكره ديالها، وماشي انا اللي درت، وماشي انا اللي فعلت. خلال العمليه ديال المواجهه وسميتو بان اقوال ديال ديك البنت ماشي هما هذوك، يعني ماشي هو. في الاخر ملي تواجهوا اعترفت، قالت لك اودي راه ماشي هو. درنا الاتصال بالنيابه العامه، قالنا الاخلاء ديال السبيل ديالو. جبدات لنا واحد اخر، جبدات لنا هذاك الاخر. ملي مشينا حتى هو على بحال الاول، جبناه استفسرناه، حتى هو طالع الجبل تيقول لك انا ما بيني وبين السيده ما درت ليها، ما فعلت ليها، ما تركت ليها. المهم الاول، الثاني، الثالث، الرابع، 5 الناس اللي باقي تنعقل في ديك القضيه اللي تهمت ديك السيده، وتيجيو كاملين. وفي الاخر تيبان بان الاقوال ديالها والاتهامات ديالها راه باطله، ما بغات تكذب عليهم وبغات ديفينا حنايا، ما بغاتش تقول لنا الحقيقه. الخامس ملي جبناه، لا ما يمكنش دابا حنا نبقاو نتبعوك هكا كل مره تقول لنا واحد نجيبوه، لحقاش باش تثبت خصها تقول لنا شي حوايج اللي تثبت الاقوال ديالها. في الاقوال اللي ما كاينش شي حاجه اللي كتثبت بان كاين عندها علاقه مع دوك الناس اللي قالت. بار كونتر كاع دوك الناس تيقول لنا اودي حنا راه كنعرفوها مع هذا السيد اللي تزوج بها، راه عامين هادي هما مصاحبين. هذا هو اللي كيقول لنا، وكاملين كيطلعوا الجبل فاش كنديروا عمليه المواجهه، الاجراء ديال المواجهه. هنا كيبان بان البنت صافي كتحشم، كتحني الراس، وهذه علاش كذبتي علينا. الخامس بقات كتبكي. استمعنا للخامس حتى هو نفس الشيء. درنا الاتصال بالنيابه العامه، قالوا لنا ملي بان ماشي هو، اخلاء ديال السبيل ديالو يمشي في حالته. خدينا الاقوال ديال 5 الناس كما قلت لكم، حتى حاجه ما بانت. الساعه قلنا لها ما يمكنش غادي نبقاو نجيبوا الناس حنايا وسميتو نجيبوهم هكا وبدا يتفلى لنا. هذا الشيء راه فيه اهانه ديال الضابطه القضائيه،
لحقاش باش يعرف بنادم فاش تكذب على الضابطه القضائيه وتمشي تعطيهم اقوال اللي هي غالطه ويمشي ويجي وسميتو ما تيلقاو داك الشيء، دوك الادعاءات اللي قلتي ليهم ما صحيحاش، راه تتبع باهانه ديال الضابطه القضائيه. لحقاش ما مديوراش تما تبقى تفلى عليها تقول لهم اقاويل اللي هي ماشي صحيحه وتديهم وتجيبهم وسميتو، راه كتكون متابعه بداك الشيء وكاين جرم ديال اهانه ديال الضابطه القضائيه. نرجعوا للموضوع ديالنا. المهم اللي زيرنا عليها كانت وباش تقر لينا هنا كانت الطامه الكبرى. الطامه الكبرى لحقاش التصريحات ديالها لا يتقبلها، والحقيقه ماشي غير تصريحات ديال الحقيقه اللي قالت لينا، وهذيك هي الحقيقه بالفعل ما كيتقبلهاش العقل البشري. لحقاش ملي قلنا راه كلشي غادي تصدم، هنا كتدخل واحد القضيه ديال المحارم. ملي تزيرات وما لقات ما دير قالت لك اودي خويا هو اللي افتض البكره ديالي. في الاول انا ما نكذبش عليكم، البدن ديالي كنحس به سميتو كاين اشمئزاز، كتقول اش هاد المصيبه الكحله، واش الاخ اللي خصو نورمالمون يحافظ على الشرف وعلى الكرامه ديال اختو هو اللي افتض البكره ديالها. في الاول ما تقناش في الاول، لحقاش كانت تدينا وتجيبنا، يعني ولات الهضره ديالها كلها غير موثوق بها. فاش جبنا الاخ ديالها كيفاش كيدير لك، قالت لك اودي انا كيفاش دار لك الاخ ديالك، قلت لك اودي انا واحد النهار قلت لك انا كنعس انا وخويا في بيت واحد، قلت لك خويا تيجي، قلت لك اول مره باش نحس براسي راه دار، قلت لك تيدير ليا واحد الكينه فسميتو في كاس ديال الموناضه ولا كاس العصير كيضروقيها كتنعس، قلت لك ونعسني ومارس عليا الجنس، فتض البكره ديالي ومارس عليها الجنس، وقرات لينا بان راه مارس عليها الجنس ماشي مره واحده، ماشي غير فتض البكره ديالها وحبس، من موراها تكررات العمليه. وعلاش ما قلتيش؟ قلت لك حشمت وخفت وما لقيت ما ندير، تيضروقيني ملي كنوض كنلقى اللي وقع. علاش ما حضيتيش معاه؟ علاش ما قلتيهاش للوالده ديالك؟ ما قالت حتى شي واحد شي حاجه. في ذاك لو مومون خصنا نمشيو نجيبو الاخ ديالها باش نتيقنوا واش الاقاويل ديالها راها صحيحه ولا راه ماشي عاوتاني غير كتفلى علينا. مشينا للدار ديالهم كما كتعرفوا ناس محافظين وسميتو، ملي سمعوا بان ما عارفينش الحقيقه شنو هي، غير ملي عرفوا بان بنتهم راه ما بقاتش بعزبه ولا تمره وجابها راجلها، حسوا بسميتو حسوا بالاهانه، وحسوا ما تبعوهاش حتى الله بريغاد، ما تبع حتى واحد من العائله ديالها، بحال تبراو منها. ملي مشينا دقينا خرج عندنا الوالد ديالها، قال لك اودي انا هذيك البنت ما بنتي ما نباها، احنا مبريين منها. علاش الشريف؟ راه حنا ما جيناش على داك الشيء، علاش جينا بغينا الدري بغينا. قالت اش بغيتو الدري؟ قلت لها ودي بغينا نسولو على شي حوايج يفيدنا. عيط ليه، جا مجرد ما جا ركب في الجيب، بقيت تنعقل تيترعد، بقى تيفيبري. قلت لي مالك تترعد؟ قالت لا والو، خفت ما مولفش انا بالمخزن وما مولفش بالجدرميه، ما عمري ركبت مع الجدرميه. جبناه طلع بريال، دخلناه، واجهناه بالاقوال ديال اختو كانت في واحد البيرو، هو جبناه البيرو اخر، واجهناه بالاقوال ديال اختو. قال لك لا، حتى هو في الاول نفى كاع داكشي اللي قالته، قال لك انا ما عرفتش على هذا الاخت. علاش؟ باش من سبب غادي تهمك اختك ما يمكنش غادي تهمك هكاك بلا حتى حاجه، بلا سبب، بلا والو، ما يمكنش. في الاول نكر عادي، ولكن فاش تعمق البحث وفاش دارت اجراءات قانونيه من المواجهه من هذه لم يجد بدا من الاعتراف، واعترف بجميع الافعال المنسوبه اليه، وقال لنا كيفاش تمت العمليه ديال افتضاض البكره، واكدنا الاقوال ديال اختو. قال كانت عنده واحد الكينه كان شاريها، تيضروقي اختو تيديرها ليها في مناضه ولا في عصير ولا وكتشربها، كتغيب ديك الساعه كيمارس هذاك الفعل الوحشي ديالو كيمارسو على اختو. صراحه قضيه اللي بقات راسخه في الذهن وما بغاتش تنسى ليا، لحقاش نظرا للبشاعه ديالها كتنعدم فيها الانسانيه. حنا مسلمين وحنا بقاش كاينه تربيه، كاين هذه ما طرعت فيها حتى حاجه. القضيه السيد ما راعى حتى حاجه، والمثير للدهشه هو ان هذا الفعل ما دارش غير افتضاض ديال البكره وحبس،
الا بدا تقريبا اعترف انه هو شي 4 ولا 5 المرات تقريبا قال لك اللي مارست عليها الجنس من غير ديك المره اللي هي سميتو. والبنت كانت كتحس وما كانتش كتقول حتى شي حاجه، وغاديه الامور هكاك، غاديه الامور هكاك حتى فضحهم الله في النهار ديال العرس ديالها، فاش تفضحات وكانت داكشي اللي كانت خايفه منه وقع اكثر منه، لحقاش ولا داكشي كلشي عارفه كلشي. اما كنت طوا المسائل في الاول وجات هذا ماشي الناس حاضرين في العرس وسميتو دارت العائله هذيك الشوهه، وهذاك الدري تا هو اللي مفروض عليه نورمالمون باش يحافظ على الكرامه وعلى الشرف ديال الاخت ديالو، هو اللي بادر باش يفتض البكاره ديالها. يعني ما كايناش اخلاق، ما كاينش تربيه، ما كاينش يعني هذا الفعل هذا لا يمت التربيه ديالنا والسلوك ديالنا باي صله. دارت المسطره عاديه، تقدموا لسميتو بجوج لسميتو المحكمه. كان السيد هو تحكم ب3 سنين 3 سنوات نافذه، وهي تحكمت بسنه نافذه، لقاش حتى هي كانت راشد وكانت على علم ديال هذا الشيء ديال زنا المحارم وسميتو شي حاجه ما تتقبلهاش الدماغ، ما تتقبلهاش العقل البشري، وماشي غير الديانه ديالنا، في اي ديانه اخرى ما كتقبلش هذا الفعل هذا. المهم نالوا الجزاء ديالهم، وبقات هذه القضيه راسخه في الدين ديالي، لذلك قررت باش نشاركها معكم باش بنادم ياخذ منها عبر ويردوا البال الوالدين ويردوا، لحقاش الشيطان تيحضر وبنادم خصو يعرف. بنادم البنت الدري كبروا ما خصهمش يبقاو ينعسوا بلاصه واحده بجوج في بلاصه واحده، سي با فوزابل، ما خصهاش تكون. وخص بنادم يرد بالو لسميتو. والشباب راه اختك انت اللي خصك تحافظ عليها، تحافظ لها على الكرامه ديالها وتحافظ لها على الشرف ديالها، لحقاش هي راه il ريبريزونت الشرف ديال العائله وسميت، لحقاش حتى واحد ما كيرد البال للدري. البنت هي اللي معهود ليها تحافظ على الشرف وسميتو، لحقاش هي اللي تيحسبوها في المجتمع ديالنا، هي اللي يقدر يجي منها العار ويقدر يجي من هذه، يعني خصو يحظيها. فكان هو اللي بادر التدنيس هذا الشرف هذا، ودار هذا الفعل الاجرامي ونال العقوبه ديالو. وكنشكركم على المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.